إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا كلنا بننعي نفسينا على الحادث اللي حصل امبارح في المنوفية. 18 أو 19 بنت وسواق وموظفين انتقلوا إلى رحمة الله. طبعا كل ده يعني حسرة لينا كلنا. طبعا الحادث بعيد عننا، لكن حسرة طبعا، دول ناس مصريين ومسلمين. الحمد لله اللي ربنا بيعافينا من الحاجات اللي زي دي. لكن لو انت عايز تعرف مصر فهي دي مصر. يوم جمعة بنات اللي بتجهز نفسها واللي بتدرس واللي بتعمل نازلين مجبرين على شغل يوم جمعة بيومية 120 ولا 150 جنيه، يعني ولا حاجة. يخلصوا في علبة سجاير، لو حد بيدخن هتلاقيه بيشرب ب100 جنيه سجاير. نازلين يبهدلوا نفسهم 12 ساعة شغل و8 ساعات شغل وصاحيين من الفجر عشان 120 جنيه. وفي الآخر على الطريق بسبب الإهمال وبسبب مفيش حد بيسأل ومفيش حد بيراعي الطرق وبيراعي أي حاجة. إهمال مش طبيعي. شباب زي الورد زي دي معظمهم بنات خارجين على أكل عيشهم، يتوفاهم الله. حاجة طبعا حسرة لينا كلنا. حاجات طبعا الواحد بيقول الحمد لله ان مفيش حد قريب منه بيكون في حاجة شبه كده، لكن طبعا دي حاجة توجع القلب يعني. وفي الآخر على إيه؟ على مفيش. هي دي مصر الحقيقية، مش مصر اللي انت بتشوفها في الساحل، ومصر اللي انت بتشوفها هنا وهناك وعلى تيك توك وعلى فيسبوك والحاجات اللي مش حقيقية دي. كلها دي بتبقى 1 من 100 من الحقيقة يعني. مصر الحقيقية روح بص على القرى والمراكز والمحافظات اللي ما فيهاش فلوس، ما فيهاش حاجة، واتفرج على الناس دي. اتفرج على المصانع، اماكن زي العاشر واماكن زي الصعيد واماكن زي الفلاحين، مصانع كتير، ناس شغالة، ناس شقيانة، ناس تعبانة بجد، بهدلة. ناس بتطلع من 5 الصبح تروح بيتها 6 7 آخر النهار عشان 150 جنيه و180 جنيه و120 جنيه و200 جنيه. بيموت طول اليوم عشان حرفيا ولا حاجة. هي دي مصر الحقيقية. هي دي الظروف اللي عايش فيها المواطن المصري. هي دي الأيام اللي انت ممكن ما تكونش تعرف عنها حاجة. دي أيام في ناس عايشة فيها يومي في المصانع وفي الطرق والبهدلة ويصحى 5 الصبح يجري ورا أتوبيس الشركة ولو غاب ولو اتأخر يتخصم له من 120 جنيه. لأن الله إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يفرجها.